إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وفي نادي خامس لاعب فيه إبراهيم سعيد. طب أقول لك أنا بقى، إبراهيم سعيد يعتبر من أفشل اللاعبين المحترفين اللي لعبت في تاريخ مصر. تعالى أفهمك إزاي. إبراهيم سعيد يعني للأسف هو من ناشئين النادي الأهلي، لأن إحنا بنشوف اللي بيحصل ده ما بيطلعش ابدا ابدا، لا من ناشئين النادي الاهلي ولا من ناشئين نادي الزمالك. لكن اللي بيطلع من ابراهيم سعيد ده هو تحس ان هو حاله ترند. انا اخري معاك وان انا اطلع اخبط في كام لاعب. يعني انا دلوقتي اهو عايز مثلا ابقى اعمل فيديوهات يوتيوب، عايز ابقى حاجه ترند، حاجه قويه. طالع مثلا مخبط في الاهلي ومخبط في الزمالك، ولا على سنسفين الاهلي ولا على سنسفين الزمالك. تعالى افهمك بقى حاجه. إبراهيم سعيد مع نادي الأهلي من هو صغير بصراحة. الراجل مع النادي الأهلي هو كان مقدم مستويات عالية جدا. يعني الراجل كان يعني محترم مع النادي الأهلي بصراحة. بس جه في فترة كده ويعني مبقاش الأهلي، مبقاش هو إبراهيم سعيد. يعني هو الراجل لعب أصلا مع النادي الأهلي من 2000 لحد 2003، بخلاف طبعا فترة إيه اللي هو صغير. فالراجل يعني كان ماشي كويس جدا في الفترة دي. إبراهيم سعيد راح هربان من النادي الأهلي. ليه؟ لأن صاحبه ميدو اللي كان في إيفرتون 2003 ضيع مستقبل. طب إزاي أفهمك؟ الراجل ده راح 2003 في أكتوبر 2003، رجع في يناير 2004. طيب عمل ايه في الفترة بتاعت ايفرتون؟ مبدئيا كده هو الراجل ده حسابك شعره. إيه اللي عمله هناك؟ ما لعبش ولا مباراة. الأربع مباريات، الكام مباراة اللي هو كان موجود في هناك دكة. أنا بلعب دكة بس، أنا ما بعملش حاجة إن أنا قاعد بتفرج على اللعيبة الكبيرة وبتفرج على ميدو والناس دي كلها، بس أنا في الآخر دكة. طيب ليه يا عم أبقى دكة؟ يعني مش حاجة إن أنا قاعد دكة بس. طيب وبعد كده راح راجع مصر هنا. عمل إيه بقى؟ راح نادي الزمالك على طول. كان مرتضى منصور اللي جايبه 2004. مرتضى منصور وكمال درويش برضه كان موجود. راح جايبين ابراهيم سعيد. الراجل ده عمل ايه في نادي الزمالك؟ صبغ شعر اصفر، وراح عمل ايه؟ راح لابس التيشيرت الابيض وراح لعب 27 مباراه، سجل 4 اهداف. مبدئيا هم هدف على فكره، دي معدل كويس جدا لمدافع. يعني مدافع ده معدل كويس جدا ليه، اللي هو يلعب 27 مباراه يجيب 4 اجوان، ده كويس. في مهاجمين كانش بيعمل كده. كان في مهاجمين بتقول نص ما كانش بيعملوا كده. بعد كده راح ماشي من نادي الزمالك، راح الاسماعيلي، وبعد كده الاتحاد. برضك ما كانش ابراهيم سعيد خلاص. ابراهيم سعيد كانت بدايته بدايه كويسه جدا، بعد كده هبط. بعد كده حسن شحاته خد المنتخب، ظبطه، فاهم، خلى ابراهيم سعيد القيمه والقامه ابراهيم سعيد. طيب وبعد كده 2014 راح نادي السلام زعرطه. ما اعرفش ازاي بصراحه. نادي السلام زعرطه راح لعب شويه هناك. طيب ما كملش. تمام. اللي حصل بعد كده، راح الراجل ده جاي فترة كده خلاص بقى فترة الترندات، قال لك والله حكاية انا زملكاوي، وابتدى فترة الرقص بقى والكلام ده كله، وفترة اللي مراته بتصرف عليه، وفترة كانت فترات كده. ابراهيم سعيد اللي هو كان بيطلع على قنوات مش حاجة، هو كان بيشتم الاهلي بس، وانا زملكاوي والكلام ده كله. الفترة دي ابراهيم سعيد كان شغال يوتيوب بس، شغال يوتيوب بحت. بعد كده راح ابراهيم سعيد حصل كده، مش عارف إيه اللي حصل بينه وبين مرتضى منصور. قال لك انا اهلاوي خصام بقى والكلام ده كله. بعد الفتره دي ابراهيم سعيد بقى بيطلع على قناه النهار، قناه ام سي مصر، قناه ال تي سي اللي بيطلع فيها على رضا والدي. فملخص الموضوع ان ابراهيم سعيد في الاخر هو لاعب ظالم، وظالم نفسه وموهبته، وظالم كمان اللعيبه اللي قدامه اي حاجه. يعني هو ابراهيم سعيد دلوقتي بيشتم الاهلي، بيشتم الزمالك بس. وبيس للأمانة هو ما بيجروش ولا رعاية للبرنامج بتاعه. إبراهيم سعيد لو تتفرج على البرنامج بتاعه ما بيطلعش ولا فصل، إلا بقى إبراهيم سعيد لازم يخش الحمام. ده اللي بيحصل. إنما إبراهيم سعيد حقيقة دلوقتي ماشي في فترة الترند وبيخبط في لعيبة الزمالك بس. شتم كشكابالا عشان يطلع ترند بيطلع ترند، شتم زيزو بيطلع ترند. في الآخر إبراهيم سعيد أسوأ موهبة
دخلت مصر، اذا كان هو ولا معتز اينو، هما الاتنين وجه منافق. رايك اذا كنت انا صح ولا انا غلطان؟